الوالدين باش نوضحوا هذه المسائل هذه. هذا داروا لنا عمليه تسويف سوف غدا بعد غدا بعد غدتين من نهار 13 شهر 7 وحنا تنسينوا الاسره ديالنا. جات 12 شهر 8 جمعنا رئيس مجموعه الجماعات فاذا به تيقول لنا صبروا معايا على 22 غنديروا اسقاط للشركه ديال اوزون. فبالفعل مشينا العماله داروا 5 نقاط ومن بينها اسقاط شركه اوزون. ما تطرقوش النقطه كيفاش انهم غاديين يأديو لنا الاجر ديالنا في هذيك الدوره، هذيك الدوره اللي كانت مخدومه بهذا المعنى. اسقاط شركه اوزون والاجر ديال العمال فين هادشي؟ كانوا يحطوا نقطه اساسيه كيفاش غاديين يخلصونا. مشينا عند الكاتب الاقليمي ديال العماله المستقل او هذا فقال لنا الحمد لله ان سقطنا هذا وعطيونا واحد راه تدبير مفوض غادي يكون من مجموعه الجماعات وغادي نتخلصوا. ها فلوسكم كاينه، ها هي محطوطه، فلوسكم راه كاينه راه محطوطه. نقلبوا على الصيغه. قلنا لهم الصيغه شحال؟ قال لنا صبروا معنا واحد شويه. خدمنا مع مجموعه الجماعات بواحد التدبير اللي هو عشوائي. قلنا ماشي مشكل، بقينا غاديين معاهم، ما عرفنا شكون تيبوانتينا، شكون اللي تيدخلنا، شكون تيخرجنا، شكون تيتحكم فينا. بقينا غاديين معاهم. صرعوا جابوا شركه بلا ما ادونا الاجور ديالنا كامله وصفوا الارضيه باش تدخل الشركه. تدخل الشركه يعني ما عندها حتى شي مشاكل. حنا الشركه الجديده ما عندنا معها حتى شي مشكل، ولكن هما اللي حطوا الشركه الجديده في المشكل. حنا باش شنو باش ناخذوا الحق ديالنا كنديروا ليه. في اخر اجتماع مشاو الدراري البارح للعماله تينوض الكاتب ديال الداخليه في العماله تيقول الكاتب العام ديال الاقليم ديال النقابه ديالنا انت علاش تحل الدراري العينين بحال اللي حنايا ما تنعرفوش ولا ما تنعرفوش نترافعوا على راسنا ولا ما تنعرفوش كيفاش نقادوا الامور ديالنا. فهذاك الاجتماع بقى فيه تشنج، ناضوا كلشي غضبان. هذا كاطار في العمل اللي خاطبنا بهذه الطريقه هذه. اش يعني ان هادشي كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ما واضحاش، شي حاجه اللي بغاو الناس يقولوها لنا يصرحونا. والغريب في الامر سي صالح ان هاد اوزون ما تسقطش في سيدي يحيى، وراه كاين من طنجه حتى للقويره هاد اوزون. الناس لقاو الحلول ب3 ايام 4 ايام وخير دليل هي تماره. ها مسؤولين الامور ديالهم بتسويقات بن سيد العامل والناس المسؤولين على هذا القطاع والناس اللي عندهم النزاهه وخرجوا معانقين ومريضنا ما عنده باس. حنا علاش درنا التمرميده هكا؟ علاش؟ بغينا نعرفوا شنو، واش هاد الصيغه ما لقاوهاش؟ شنو يهبطوا لنا زحل الارض ولا شنو هو؟ ولا يطلعوا للقمر ولا شنو هو؟ هذه صيغه قانونيه 3 شهور غدا بعد غدا الصيغه تالين هاد الصيغه سي صلاح. هاد الشيء تيعني ان هنا خصنا جميع الفرقاء يجلسوا معنا ويديروا معنا ويلتزموا معنا، ماشي بالهضره. هذا يقول لك هضره وغدا الاخر ينسبها لك، الباشا يقول لك هضره الاخر يقول لك هضره، هذا يكذب عليك، هذا يرقدك، هذا ينومك وغادا هكاك. حنا دابا وصلنا للحد اللي ما بقاش عندنا فين نزيدوا سي صلاح. صبرنا واش 3 شهور فيها العيد، فيها الدخول المدرسي، فيها المشاكل الاسريه، فيها المرض، فيها الناس كل شيء مسكين شنو عنده. واش هاد الناس ما تيراعيوش؟ واش هاد الناس ما تيحسوش بهذا الدرويش؟ واش هادشي دابا لو وصل الداخليه اللي هما اللي تيدرقوا بها واش ما غاديش تعاتبهم؟ ما غاديش، وهما تيخطئوا في الاوراق وما تيعرفوش يصاوبوا الصيغات وتيجي يقول لك وحقا مثلا ما لقينا الصيغه، وهما ما تيعرفوش يخدموا. وناس ما كايناش كفاءه، وناس اللي عندهم. واش واحد اللي دار معنا اجتماع اليوم وغدا مشى لفرنسا شنو هذا؟ شنو مسوق لينا؟ شنو هذا؟ وزيدون هاد مجموعه الجماعات كارثه. كارثه. علاش؟ انا نقول لك واحد القضيه. واش في ظرف 5 سنين عباد الله جا رئيس مجموعه الاول اقيل او استقال، الرئيس الثاني اقيل او استقال، الرئيس دابا الثالث هو مره هنا مره في فرنسا. دخل فيها البشويه، دخل فيها الداخليه، دخل فيها البلديه، دخل فيها. حنا ما عمرنا نتحاوروا. واش حنا عندنا تنصاوبوا؟ وهذا راه قطاع ساهل، هذا تيدبر الناس اللي عندهم هذا يدبر بكل سهوله. وتنشكروا سيد العامل الوحيد، ولكن يحمقوه هذوك الناس اللي من موراه، حمقوه بهذا المعنى. حتى تيخرج هذا واخا حنا نقادوا حنا نصاوبوا، فاذا بهم تلقاو ما كاين حتى شي حاجه كاع. قال لك اسيدي غاديروا لنا كونت
على حساب القابض في القباضه، وغادي هذه الصيغه اللي لقيناها فرحنا استبشرنا خيرا. فتنتفاجئوا ان قال لك لا حقا مازال، هي دخلت اوزون في الخط، هي كاينه دعوه، هي كاينه كذا. هادشي كلشي كلشي تماطل وتلاعب، وكلشي هادشي ما غاديش. ويكذبوا يجيونا الصراحه، قلنا ما نخلصوكمش ولا ما نخلصوكمش، او يقولوا لنا ها الموعد ان شاء الله كذا، ويكون هذاك الشيء موثق. حنا مستعدين، ولكن باش تيديروا لنا ديك اللعبه ديال الدراري الصغار يطرطبوا لنا على ظهرنا، ومن ال 15 يوم ومن ال 10 ايام ومن ال 4 ايام، هذاك الشيء راه تيديروه الدراري الصغار. هادشي اللي كاين. هذا التماطل شنو هو التاثيرات ديالو الاجتماعيه على العمال؟ التاثيرات الاجتماعيه ديالو اقسم بالله العلي العظيم الى مجاميع الناس، الى عبرتي لهم دابا تلقى فيهم كلهم السكر والاعصاب. الاولى علاش؟ معاناه مع الزوجه ديالو، كيتخاصم مع الزوجه ديالو، كاين اللي مازال ما شراش الادوات، كاين اللي صيفطوا وليداتهم من نص الصنايدي الى المدرسه، تيقول له با شري لي السبرديله، باش نشريها له؟ هاد الادوات باش نشريها لهم؟ هاد السوق باش يلقاه؟ باش حنا هادي معاناه. ودابا بلاتي دابا نقول واحد القضيه، دابا مول الحانوت البقال اللي هو واحد مسألة ضرورية، مسألة ضرورية. البقال دابا مابقيناش غادي نمشيو عنده باش غنخلصوه باش غنلقاوه. عرفتي واحد المشكل طايح فيها، هو ان انسان تقول له اعطيني 4000، راه قالوا لنا من 15 يوم نخلصوك، تعطيها لك تلحق 15 يوم ما تعطيوناش منا فلوسنا، توليو حنا نضرقوا على ذوك 4000. ولا لا لقاوتي انت ماشي راجل ما عطيتينيش رزقي، تتولي اذا هادو فين دخلونا لواحد المسائل اللي هي لا اله الا محمد رسول الله. ما بقينا نقدو نمشيو لديورنا، وخصوصا حنا دابا تنخدموا ولا ريال لا جوج، خدام وغادي لدارك ما مدخل عليه حتى كيلو ديال العنب. هذه راه ماشي الوقاحه، هذه ماشي هو، راه حشومه هادشي. حنا دابا تناشدوا وزير الداخليه السيد العامل، الناس الكبار اللي مسؤولين لهذا القطاع يجيبوا لنا واحد الانسبكسيون تحقق في هذا الشيء، تجيب لنا مسؤولين اللي يحققوا في هذا الشيء، وما يديروا اجتماع تنكونوا حنا كعمال حاضرين، ويكون هذاك الشيء موثق عاد غنطيقوا. اما لحد الان هذه الاجتماعات راه خاويه سي صلاح، هذه الاجتماعات راه كما تيقولوا رش الرماد على الاعين. وتشكرك بزاف، وهذا هو الواقع. وهاد العمال هادو راه اللي هزوا كفوفهم الله، والله ما تخرج لهم طريفه هاد المسؤولين هادو. والسلام عليكم.